السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكوكو شكوكو. تحية كبيرة للراجل الجميل اللي بحبه موت 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 من وانا صغيرة، شكوكو حبيبي شغل كايرو. لها شباشة تاكا ولها شباشة تاك، دي أغاني جميلة. بس قبل ما البيت بيجري أنا قررت أعمل شكوكو. رسمت وابتديت في العروسة، وبعدين ده الغيار الداخلي بتاع العروسة، التيشيرت الداخلي والشورت الداخلي، ولبسته طاقية عشان ابقى متخيلة الدنيا هتبقى عاملة ازاي قبل ما اعمله شعره. رسمت وشه، وبعدين ده الشوز، عملت له الشوز. انا جايبه لكم المراحل عشان ما بقاش طولت ولا فترة. هنا الغيار الداخلي والشوز والطاقية. طبعا رسمت الوش، دي اصعب مرحلة. اهي الشوز من قريب وعملت لها فيونكات زي الرباط بتاع الشوز يعني. وهنا بقى عملت حاجات زي بتاعت السداري والجلابية بتاعته بالبلدي، وعملت لها القطان زي الجلاليب الرجالي، وعملت له لحد دلوقتي كده الجلابية. اوبا الشعر ركب ولبست الحزام كمان. هو كان دايما شكوك الله يرحمه كان بيربط الحزام كده. وطبعا منسيبش العصاية، مينفعش معملتوش عصاية. هو كان دايما يطلع بالعصاية عليه رحمة الله. شكوكو اهداء لروحك الكريمة وقلبك الطيب، يا ريت تقبلها مني. بحبك يا شكوكو والله، بحبك. رأيكم يهمني قوي. دخلت بقى في البلكونة، صورته جنب العصافير وعند سور البلكونة، الجلابية والحزام والطاقية. حاولت جدا والله، وتعبت معاه قوي. وقفت جنب العصافير بتوعي، وقفت في البلكونة، ووقفت عند الزرع. هو كده بعد ما خلص. أتمنى إن هو كان يعجبكم، أتمنى يا رب يعجبكم يا رب. وقفت عند اللبلبة، هي بصراحة مش لبلابة، هي بطاطا. أنا زرعت بطاطا طلعت لبلاب، فقشطة يعني. وعملت له قيطان على الجلابية عشان يبقى ايه زي الجليب الرجالي كده بالظبط، زي جلابية شكوكو. معلم يا ابني والله، شكوكو الصغنن. ميرسي يا اصحابي، اتمنى ان هو يكون عجبكم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.